السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ هتكلم في نقطه مهمه جدا بالنسبه لموضوع امريكا. هل فعلا امريكا فاتحه دراعاتها للناس كلها؟ يعني اي حد هنا لما بيجي يقدر يقعد في امريكا وخلاص كده يقدر يقعد ولا لا؟ لو سالت اي حد منصف وبيتكلم كلام فعلا حقيقي ومش عايز يكذب عليك، هيقول لك ان امريكا ممكن تقعد فيها على طول. وعملت ورق ما عملتش ورق وانت مش ناوي تمشي، هتقعد برضه من غير اي حاجه. ناس عندها 40 سنه وجت هنا عندها 20 سنه وما عملتش اي ورق ولا عدلت اي وضعها، كل الفكره ان هي عايزه تقعد في امريكا او تعيش في امريكا وعايشه في امريكا وبتعمل فلوس وشغاله وبتبني لنفسها مستقبل وعادي جدا. طيب تقول لي طب هو ليه يا جاكسون في ناس بتقول ان الكلام ده مش موجود وان في مشاكل؟ والله بقى ممكن تسميها حقد، ممكن تسميها مثلا بص سميها زي ما تسميها، انا ماليش دعوه، عفى الله عما سلف، وانا مش عايز يعني مش عايز اظن ظن وحش يعني. ولكن انا هتكلم معاكم في كلام سليم، اسمعوا وحطوا حلقه في ودنك علشان تبقى عارف هي امريكا عامله ازاي فعلا. تمام؟ رقم واحد، امريكا ملهاش علاقه انت جاي مستعجل ولا لا. بمعنى تقول لي يعني ايه؟ اقول لك مثلا في واحد بيجي عادي جدا ان هو ممكن يقعد 7 سنين ويعمل لجوء ويقعد وياخد اقامه وياخد جنسيه. في واحد تاني يقول لك والله لا انا مش هقدر اقعد اكتر مثلا من 4 سنين في البلد دي، انا اتصرف لي وعايز اعمل اقامه قبل ما امشي. فهنا بيبتدي يقابل مشاكل، ده امريكا فيها حاجات مش عارف ايه، طب احنا ازاي نعمل دي؟ طب ازاي نعمل دي؟ مع ان امريكا بتدي تقول لك اقعد عندي، او تقول لك هي بتقول لك اقعد عندي. مفيش واحد في الدنيا بيدي حد يقعد في بلد سياحه 6 شهور وتقول لك خدها على الباسبور 5 سنين. مفيش حد بيعمل كده في الدنيا. it doesn't make any sense يعني. حتى يعني ايه انا جاي اقعد 6 شهور ده انا بنزل 6 شهور في مصر ببقى عايز امشي. فتخيل انت معايا بقى كده، انت واحد بيقول لك تعالى انزل سياحه جوه البلد 6 شهور، ازاي 6 شهور يعني؟ 6 شهور سياحه من اي ناحيه يعني؟ فاهم قصدي؟ فهو بيقول لك يا باشا تعالى اقعد واشتغل واعمل فلوس واقعد في البلد، بس الفكره كلها انت مستعجل ولا لا؟ زي ما قلت لك في واحد جاي عادي ممكن يقعد ويعمل لجوء ويقعد براحته ويعمل الجنسيه والاقامه وكل حاجه. في واحد تاني مستعجل وعايز يمشي في الاجراءات. في واحد تاني قال لك لا انا اول ما اجي افتح بيزنس واعمل مش عارف ايه واخد الجنسيه. في واحد يقول لك لا والله انا هتجوز واعمل مش عارف ايه. في واحد يقول لك والله يا عم شوف لي اي قضيه لجوء سياسي ديني جنسي، اي قضيه لجوء، يلا يا باشا انا عايز اعمل اي قضيه لجوء. غير في قواضي لجوء. اللجوء يا جماعه مش لازم يكون لجوء سياسي. اللجوء هنا بينطبق على كل امكانياتك لامكانيات اللجوء، مش لازم يكون لجوء سياسي. ممكن يكون لجوء ديني مثلا، ممكن يكون اعتراضي. في حاجه، في لجوءات كده غريبه وانطباعيه كده شويه. يعني مثلا يقول لك انا مضطهد، يعني لجوء اضطهادي. في حاجات كده انت مش تعرف عنها حاجه الا لما تيجي هنا وتمشي وتقعد مع محامي يعني ويتكلم معاك ويبتدي يشرح لك الدنيا ماشيه ازاي. فانت لازم تبقى عارف ان المشكله مش في امريكا، المشكله بتبقى فيك وانت جاي. يعني هل انت جاي عايز تنجز وضعك، ولا انت جاي عادي ممكن عايز تقعد، ولا انت جاي عايز تعمل ايه بالظبط؟ في واحد يقول لك والله انا هدرس سنه واحاول اشتغل وبالشغل ده اعمل السبونسر بتاعي من الشركه، اخد الاتش 1 بي ومش عارف اروح فين، فاطلع الورك وبعد كده اكمل مثلا الاو تي بي بتاعي، بعد كده مش عارف اعمل ايه فاطلع الاقامه. في قصص كبيره جدا، ولكن هي كلها بتتلخص في ان انت مشكله البلد مش البلد مشكلتك. حلو؟ انت جاي لو نفترض مثلا انت واحد مالكش حد خلاص، انت مالكش حد، انا عايز اسافر واقعد في امريكا. هل امريكا هتمانع؟ لا امريكا مش هتمانع. هل هيمسكوك في الشارع ويقول لك انت راجل كسر القانون ويرحلوك؟ لا ده مش هيحصل. واي حد بيسمعني وعارف انا بقول ايه كويس وعارف ان الكلام ده مش هيحصل، واي حد هتلاقيه بيقول ان انا بكذب تعرف على طول ان هو اللي كذاب وانا مش هرد عليك. لو انت سامع الكلام ده هتفهمه كويس جدا. ما كل الناس اللي في البلد هنا كلهم نصهم كاسرين. اللي جاي من بورتوريكو عادي امريكا بس جاي قاعد عشان بس اللي مش عارف بورتوريكو دول معاهم برضو جنسيه امريكيه، ولكن هم مش عايشين في الولايات بتاعتنا دي اللي هي نيويورك وكده. الناس اللي مش معاهم يعني كلهم مش شغالين اصلا ليجل، كله شغال يا باشا كونستراكشن والدنيا زبادي خلاط. اللي جاي من المكسيك مثلا ما حدش كاسر، اللي ناطط من المكسيك، اللي ناطط من كندا. لو ما تعرفش ان في كميه ناس مهاجره من كندا وكاسرين الفيزا كتير جدا، لو انت فاكر ان كندا انضف يعني واحسن. فهي كندا اسهل للسفر ولكن مش احسن من امريكا في السفر. فرص امريكا افضل بكتير. فمش بس دول، عرب كتير جدا. الناس بص 3/4 الناس اللي هنا مش معاها ورق. انا بس بقول لك الكلام ده عشان تبقى فاهم يعني. فما تشيلش هم الموضوع ده، وما تشيلش حد، وما تشيلش هم الناس اللي بتسمعها تقول لك انت لو جيت مش لا. امريكا فتحت دراعاتها لاي حد ان هو لو عايز يجي هنا يكسر او يجي يحاول يعدل وضعه او يقننه هيقدر يعمل ده. عايز يجي يدرس هيعرف يعمل ده، عايز يجي يشتغل هيعرف يعمل ده، عايز يجي يحوش فلوس ويشتغل هيعرف يعمل ده. ده مش معناها انها جنه، عشان برضو ايه ما بقاش انا يا لهوي الحلاوه دي. لا، هتتعب وهتتبهدل وهتتمرمط وهيطلع ان اللي خلفوك بس يا باشا انت في الاخر هيحصل ايه؟ هيحصل انك هتلاقي مقابل. دي الفكره كلها، انت هتلاقي مقابل. هتلاقي واحد
واحد يا اخي، ده سبحان الله الناس اللي هتقول لك ما تجيش هم اللي عايشين هنا. طب يا عم امشي انت، امشي انت، يعني امشي انت. ده عارف بيفكرني بقصه كده، يلا مش لازم نحكيها، احنا رمضان صايمين، ولكن فكر فيها. لما حد تلاقيه بيقول لك هو كده، اول ما تلاقي واحد بيعمل لك فيديو بيقول لك يا ابني امريكا وحشه، عشان هم كلهم كتير وكلهم بيكذبوا. اول ما تلاقي حد بيقول لك يا جدعان امريكا وحشه، امريكا ما تستاهلش، قول له يا باشا ارجع وهاتني مكانك وخلاص، قفل على كده. قول له يا باشا انت ايه اللي مصفرك؟ تعبان ليه؟ طيب بتعمل في نفسك كده ليه؟ الناس دي يا جماعه بتلاقي مقابل، وانا لو ما قلتش الكلام ده يبقى بضحك على نفسي وبضحك على كل حد بيتفرج عليا، ويبقى ارمي مصداقيتي في الارض. انا راجل بعمل فيديوهات بدالي 8 سنين، مش جاي دلوقتي ان انا اطلع اقول كلمتين غلط. هتدرس لو جاي جاهل ما عندكش حتى دراسه، هتدرس حاجه اسمها GED وتاخد كانك خدت الثانويه العامه من هنا، بعد كده كنت تدرس في جامعه. تعالى على اي جامعه وبعد كده روح اي جامعه تانية، يعني تعالى على اي جامعه في اي ولايه وبعد كده غير الجامعه بتاعتك دي وقدم في جامعه تانية جوه البلد في حته تانية، هتبقى اسهل بكتير. هتتنقل الاغلبيه 99% هتتنقل عادي جدا. يعني نزلت مثلا في يوتا في جامعه، قدم في جامعه في نيويورك وقول لهم ان انا، هيعرفوا ان انت في امريكا اوريدي، بيبعتوا لك بتروح. فالدنيا سهله طول ما انت هنا في البلد اوريدي، ده جوه البلد في مواضيع كتيره جدا. هتلاقي واحد مثلا بيقول لك ايه، البلد صعبه والضرايب والمصاريف ومش عارف ايه، تلاقي عنده بيزنس، اقسم بالله تلاقي عنده بيزنس في الاخر. يقول لك انت بتدفع، انت بتعمل، يقول لك مثلا عمل 3 4 بيزنس قبل كده، عادي جدا. انت فاهم؟ هو مش فاهم فكره الفرص عامله ازاي. انت في واحد عندنا بيشتغل مثلا بال10 ساعات بيقبض 3000 جنيه لحد النهارده. 4000 جنيه ده لو الدنيا زقطت. ففكر اللي انا بتكلم فيه ده، انت بتتكلم في مثلا 150 دولار. فكر فيها كده، يا على الحزن، والله العظيم يا على الحزن، يا على الحزن. تتكلم في واحد بيشتغل الشهر كله 10 ساعات رايح جاي ومش عارف ايه، ويا لهوي، ومش عارف مدير يعمل فيه مشاكل ايه، وهو يبقى راجع يا عيني نفسيته عامله ازاي، والشغل ضاغط عليه وما بقاش يقف يقعد مع اهله، تلاقيه نايم في القهوه كده، يقعد يا عيني في القهوه مع صحابه نايم كده، نايم. تقول له يا ابني مالك؟ انا معلش الشغل، وانا روحت البيت احس ان انا عبيت فلازم اقعد في القهوه شويه، قاعد يعني نايم عامل كده. تخيل على كل ده على 150 دولار. 150 دولار انت فاكرني بهزر؟ لا، ما انت اضربها دلوقتي في السعر بتاع الجنيه هتلاقي 150 دولار. 150 دولار يعني 4000 ونص. شوف انت بتقبض كام واحسبها. ويعني لو الدنيا معاك ظابطه قوي وبتقبض 10000 ولا 12000 ولا 15000، احسبها برضو انت هتعرف انا بقول ايه. والله احسبها كده وهتعرف انا بقول ايه. اقل واحد دخله في الفرد هنا بتتكلم في 750 جنيه دولار، 750 دولار في الاسبوع. ايه يا جاكسون؟ ايه انت قلت ايه؟ في الاسبوع، اسبوع. لو انت شغال عشان ما تستهبلش. انا واحد مثلا بقالي 3 شهور مش شغال، بقلب رزقي بالتصوير والفيديوجرافي والايديتنج ومش عارف ايه، شغل اللي انا بشتغله فريلانس، بقلب رزقي، فاهم؟ فانا مختلف، يعني انا مختلف عن بقيت. انا ما بعملش فلوس زي اللي بيعملوها بره. لو رحت اشتغلت في برجر كينج ولا اي محل من دول بيتزاريه هاخد فلوس اكتر من اللي انا بعملها، بس انا مختار ده. انا بتعب في حاجه. في فرق كبير جدا من واحد عنده باصص لمستقبل معين، وواحد عنده يعني جمعيه اخر الشهر. كلام سهل جدا وبسيط تستوعبه وتفهمه. في فرق. هي امريكا كده. ممكن نبتدي بالكلمتين دول في اول الفيديو اللي جاي ان شاء الله. امريكا بلد عباره عن 2، فيها نوعين. النوع الاولاني واحد عنده طموح، وواحد عنده جمعيه اخر الشهر. اللي عنده جمعيه اخر الشهر ده بيفحت في نفسه وبيتعب عشان يجيب فلوس وبيجيب فلوس. وفي واحد تاني بيحاول يمشي ورا حلمه ومصدقه ومش لازم يعمل فلوس، علشان لو ربنا كرمه في الاخر ربنا هيكرمه يعني في النهايه بفلوس كتير. فهي طريقين انت اللي بتختار. احنا عندنا ما بنختارش، عندنا ما بنعملش اي حاجه. عندنا دي لاي دوله انت جاي منها، عشان برضه الناس ما تفهمنيش او تفتكرني موجه في حاجه معينه. لا، اي دوله انت جاي منها دي تعتبر بتاعتك انت. الحته اللي بتكلم فيها يعني مش بتكلم على بلدي، انا بلدي مصر او كل حاجه، لكن انا مش بتكلم على مصر، بتكلم على الشامل. اي بلد انت جاي منها، ان شاء الله انت جاي من المكسيك بيطلعين عين ابوهم هناك برضه. فحاول تفهم الكلام. في برضه حاجه عايز اتكلم فيها ان شاء الله، بس هنسيبها يعني الفيديوهات الثانيه باذن الله. وهي رقم 1، ليه المكسيكان واخدين معظم الشغل؟ يعني المكسيكان واخدين معظم الشغل اللي انت بتشتغل. يعني مثلا تلاقي، يعني هقول لك على حاجه،
محل بلدي ده محل موجود في البيرج، محل بيبيع بقاله عربيه، محل بقاله عربيه حلال يعني، بيبيع كل حاجه ليها علاقه بالاكل، لحوم وكل حاجه يعني. لو دخلت جوه هتلاقي اللي شغالين مكسيكان. تقول لي يا جاكسون لا بس انا دخلت قبل كده وكانوا عرب. سيبك من الناس اللي واقفين على الكاشير، هتلاقيهم معظمهم بنات بيشغلوا بنات، ودي حاجه كويس طبعا. ولكن الرجاله اللي جوه شغالين في المحل مش هتلاقيهم كتير، هتلاقيهم معظمهم مكسيكان. تسالني ليه؟ ده بقى ان شاء الله هخليه لك للفيديو اللي جاي ان شاء الله، يعني هينزل على مدار الاسبوع باذن الله. فحاول تبقى انت مستوعب يعني الكلام اللي بقوله ده. وتاني، ما تسمعش فيديوهات كتير ملهاش اي سنس، ملهاش اي عقل او عقل يعني، انها غير مستوعبه اصلا. ازاي تسمع واحد بيقول لك ما تجيش امريكا وعايش فيها؟ اصلا انا مش فاهمها، والله ما فاهمها. وحاول تبعد بقى عن الفيديوهات التافهه اللي هي ولا تجيب ولا تاخر. ايه اللي يخليني انا ابص كل يوم على حد بيحاول قول لي ازاي اخد دي يا اخي، مش تقول لي اهي. فاهم؟ بس انا قلت يعني اقول لكم كلمتين دول، معلش على الاطاله، ولكن دي كلمتين مهمه جدا لازم اتكلم فيهم. ان شاء الله الفيديو الجاي هبتدي بكلمتين مهمين جدا، وهو ازاي امريكا متوقفه على حد عنده طموح وحد عنده جمعيه اخر الشهر. وهكلمكم بعدها ان شاء الله في موضوع ليه المكسيكان مستحوذين على معظم الشغل اليدوي، وليه العرب بيشغلوهم وبيفضلوا العرب عليهم في الشغل. انتظروا ان شاء الله. لو عندك اي سؤال ممكن تساله في الكومنتس تحت، لو عندك اي معلومه عايز تعرفها برضه ممكن تسالها، لو عندك اي نوع من انواع التحفيزيه عشان خلاص احنا هنوقف الفيديوهات دي قريب، ادينا واحده لايك وواحده شير وواحده منشن لاصحابك اللي ممكن يكونوا عايزين يسافروا، ومنشن لصاحبك لو عايز يسافر اصلا او بيفكر او مشتت او بيتفرج على فيديوهات كتير، منشنه، لان الفيديو ده محتاج ان هو يشوفه ويفهم الكلام ده. وخد بالك لو انت واحد يعني شاب، هتحس باللي انا بقوله ده، صدقني انا عارف انا بقول لك ايه، لان احنا يمكن فينا من بعض شويه لكن لو بتسمع واحد كبير مش هتلاقيه مستوعب اللي احنا بنقوله ده. ولكن لو تتفرج على حد كبير عايش في البلد يعني، ولكن لو في حد كبير برضه بيفكر يسافر، صدقني ما ترجعش على القرار ده، القرار ده هيفيدك جدا في حياتك. ولو عايز ترجع في اسرع وقت برضه، ننهي الفيديو كده بحاجه كويسه برضه. لو عايز ترجع يعني اسرع طريقه ممكن تعدل بيها وضعك هي انك تتجوز واحده، ممكن تعمل الكلام ده بسهوله ان شاء الله مجرد انك تيجي. لو انت بتسعى في الموضوع ده يعني، اول ما تيجي لو بتسعى في انك تتجوز واحده هتحاول وهتعرف وهتلاقي. طبعا يعني ان شاء الله. انا بتكلم عن اللي بشوفه بعيني من صحابي. انا ناس جبتها، مثلا في واحد صاحبي قدم سياحه اترفض، قدم J1، طبعا دي للناس اللي بتدرس لسه، قدم J1 جه تاني اسبوع كان اتجوز ما شاء الله. دلوقتي هو عمل فرح وكل حاجه ماشي فيها، وبيحاول يجيب بقيه عيلته عن طريق الفرح ده. طبعا دي قصه طويله جدا ممكن ابقى اكلمكم عليها، ولكن مش هينفع نتكلم فيها دلوقتي الا لما كل حاجه تتم ان شاء الله. لو اتفرج هو على الفيديو ده هو هيبقى عارف نفسه، وصباح الفل. مش انت الوحيد، بس انا بقى قصدي عليك انت يعني، صاحبي، انت صاحبي وانت تعرفني، فهو انت. اشوفكم على خير يا جماعه، وان شاء الله انتظروا فيديو جديد باذن الله قريب. السلام عليكم، رب تكونوا استفدتوا. شير ولايك وسيفوا يمكن ربنا يكرمك.